فكما عودناكم دائما نأتيكم بأفضل المقاطع من حول العالم، فتابعونا لكي تتعرفوا عليها. ولكن قبل المتابعة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو. عندما حاول هذان الشخصان إخراج البقرة من الشجرة لم تكن شاكرة بشكل جيد لهما. من بين كل الأماكن في العالم لم يجد هذان الشخصان سوى هذا المكان للاعبي كرة السلة فيه. أليس هذا جنونيا؟ ما رأيكم أنتم؟ كان هذا الرجل يستعرض مهاراته في التزحلق على الأرض الرطبة، ولكنه فوجئ أن هناك بركة مياه مثلجة بانتظاره. أهلا وسهلا. كانت هذه السمكة غاضبة للغاية، لذا حاولت إبعاد الغواصين من المكان. تلك هي مسابقة لأكل الفلفل الحار، فيها يجتمع مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يتنافسون على أكل الفلفل الحار، وفي كل مرة يتم وضع فلفل أكثر حرارة من الذي سبقه ليزيد هذا من التحدي، ومن يستسلم يأخذ كوبا من اللبن لتهدئة حرارة فمه وينسحب، ومن يبقى آخر واحد بعد استسلام الجميع يفوز بالمسابقة ويربح جائزة مادية. ذلك هو المكان الذي تم التقاطه قبل العديد من السنوات كخلفية لصورة ويندوز XP الشهيرة. انظروا إلى الفرق في الصورة بين عام 1096 والآن. في الوهلة الأولى اعتقدت أنهما شاب وفتاة من الأقزام، ولكنها كانت مجرد خدعة يقوم بها هذا الرجل من خلال حمل المجسم أمامه بهذا الشكل. كل ما كان هذا الرجل يحاول أن يفعله هو إزالة بعض الجليد من على السطح، ولكنه لم يكن يعتقد أنه سيتسبب في انهيار ثلجي بهذا الشكل. كان هذا الشخص يجلس في جلسة تأمل بالطبيعة، ولكن فاجأته الطبيعة بثوران بركان يقع بالقرب منه. أعتقد أن عليه المغادرة سريعا الآن. اندمج هذا الرجل بشكل أكثر من اللازم في التزحلق، وقد أدى ذلك إلى ارتطام الفتى بشكل قوي بالأرض. بالرغم من أن هذا الرجل حاول تفادي الارتطام، ولكنه كان لا مفر منه. يبدو أن هذا الرجل يمتلك روح دعابة عالية، انظروا إليه. في هذه اللقطة تغلبت السلحفاة على التمساح في الحصول على الطعام. على غرار أفلام الفانتازيا تم تصنيع هذا الإنسان الآلي القادر على حمل العربات ونقلها من مكانها. يا ترى مما كانت تهرب هذه الغزالة بهذا الشكل؟ إلى هنا أيها الأصدقاء ينتهي هذا الفيديو. أتمنى أن يكون قد أعجبكم. اذكروا لي ذلك أسفل بالتعليقات. لا تنسوا الضغط الآن على إعجاب، وأيضا يا صديقي إن لم تشترك اشترك الآن وفعل الجرس لكي نبقى على تواصل وترى كل ما هو جديد. والآن مع السلامة.